سؤال، لما قال يا عائشة إذا أدركت ليلة القدر قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو ده يكون عن المذنبين، صح؟ هيكون عندها ايه دي عشان تطلب العفو؟ وقفة مهمة مع النفس. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. شهودك لإحسانك يعرضك للميزان. المحسنين بيطلبوا العفو عن ايه؟ عن المساءلة، عن الموازنة، عن الحساب، كأنهم يقولون اعفو عنا من الميزان ومررها على الإحسان. فالعوام يطلبون العفو عن الزلات، والخواص يطلبون العفو عن المعاتبات، وخواص الخواص يطلبون العفو عن الغفلات، والعارفين يطلبون العفو عن الميزان لتمر الحكاية والقصة على الإحسان. فكل واحد ومشهده. دي مشهدها الايه؟ الشهود. دي مشهدها الكرم والجود. فحضرة النبي قال لها يا عائشة اوعى تكوني جاية الليلة ليلة القدر تطالبي بالأجرة، جاية عايزة العوض على ما فعلتي، اطلب العفو حتى لا يمر المشهد على الميزان. لأن مهما فعلت لو قيس إحسانك بالميزان الجلالي لا وقفت موقف الحرج. إنما نسألك اللهم العفو لتمر قصتنا على الإحسان لا على الميزان. فعاملنا بفضلك لا بعدلك، واعف عن أي استحقاق استحققناه عشان نبلغ رمضان، أي استحقاق استحققناه عشان يجري الصيام على جوارحنا.